ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. كرة بمحاولة ملعوبة، لكن ايضا تغطي يلعب ضد المنتخب البرازيلي ويلعب امام اكثر المنتخبات تتوية تحلو، بدأت تزين وتزداد معها فوزا في بطولة كأس العالم اللي هو كافو. كرة بمحاولة ملعوبة، لكن ايضا كل تأكيد سيكون له تأثير على المنتخب البرازيلي. كرة بمحاولة طالت تحولت بعد الانتصار على صربيا، تأتي المنتخب البرازيلي عادت لكن ايضا بتغطية، لكن تغطية وابعاد تحولت في الجانب المقابل، لكن ايضا صافرة موجودة وتدخل يبدو من نيكو إلفادي على ريتشاي مبولو، لازالت مستمرة وقائمة محاولات التواجد اساسيا من خلال احداث هذا اللقاء، ويحرى بمحاولة داخل منطقة الجزاء، لكن تغطية وابعاد تغطية فارغاس يغطية داخل منطقة الجزاء. الظهور الاول تغسل هنا في الاراضي القطريه من خلال اوروبيا. كره بمحاوله ملعوبه، لكن ايضا سومر تسديده تاتي عن طريق رافينيا، لاعبين ومحاوله ملعوبه برازيلي في اللحظات القليله الماضيه. الصافره البرازيليه لا زالت مستمره وقائمه، اللحظه الوضعيه فيها افضليه لمصلحه البرازيل. كره بمحاوله لكن من منطقة الجزاء، الإبعاد في التوقيت المناسب، وكيف ستكون حسابه ناجحة تدخل في غاية الدقة، يصنعونها ويصدرونها للعالم. سويسرية عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا الألماني وما في أي لاعب أيضا انريكيز بعيدها إلى حارس المرمى، وبعدت في التوقيت المناسب، طالت نعم، طالت الى خارج ارضيه الملعب، وصلت الى ركله مرمى عند الاصلي، والان يبعد الكره والمحاوله الراسيه ملعوبه، وصلت لكن ايضا ابعدت. لازم ملعوب الان للمنتخب البرازيلي في الجهه اليسرى على مستوى تشكيله المنتخب البرازيلي. اذا يبدو بان باكيتا هو من ترك ارضيه الدرب، وبالاضافه بطولة كأس العالم اليوم في هذا اللقاء ريجو الذي دخل الى خطيرة، جول عندما يهجم عليك البرازيل، عندما يهجم عليك نيمار، زائد فينيسيوس جونيور، زائد ريشارلسون، من هنالك ياتي الجول للبرازيل، وقائمة لا زالت خطيرة، وهو من احداث هذه المواجهه. كره بمحاوله امام فرقه خطيره جدا تستخدم السويسري. كره بمحاوله ملعوبه برازيلي في اللحظات القليله الماضيه، الصافره البرازيليه لا زالت مستمره وقائمه، اللحظه الوضعيه فيها افضليه لمصلحه البرازيل. كره بمحاوله لكن اليسرى مرت من امام الجميع، في منتصف ملعب، ينطلق من الجهه اليسرى، يلعب الكره في الجهه اليمنى، تحولت بعد الانتصار على صربيا، تأتي المنتخب البرازيلي داخل منطقة بذكريات التألق في الإبداع وذكريات الإبداع في الهدف، وبعدت في التوقيت المناسب، طالت نعم، طالت الى خارج ارضية الملعب، وصلت الى ركلة مرمى عند الاصلي، والان يبعد الكرة والمحاولة الراسية ملعوبة، وصلت لكن ايضا ابعدت، وفي المقدمة كرة بمحاولة مرور وتقدم، الان تحت الضغط، وابعدت في التوقيت المناسب، تدخل بعد نصرية، لكن ايضا تغطي يلعب ضد المنتخب البرازيلي ويلعب امام اكثر المنتخبات تتوية تحلو، بدأت تزين وتزداد معها فوزا في بطولة كأس العالم اللي هو كافو. كرة بمحاولة ملعوبة، لكن ايضا كل تأكيد سيكون له تأثير على المنتخب البرازيلي. كرة بمحاولة طالت الالماني والبرازيلي، كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة ساندرو في الجهة اليسرى وميليتاو في الجهة اليمنى، امامهم فريتزي. عندما لعبت البطولة في الأراضي لا تقدر كثيرا على سويسرا، ولك كرة بمحاولة ملعوبة، لا تدخل إلى منطقة الجزاء، صارت البرازيل عرضية داخل المنطقة، لكن أيضا تغسل هنا في الأراضي القطرية من خلال أوروبيا. كرة بمحاولة ملعوبة، لكن ياسر
شوف قرب الجماهير من ارضيه الميدان، المدرجات القريبه من الملعب في ملاعب كاس العالم. كل كره الى ريتشارلسون، الاستلام كره عن طريق غيره داخل منطقه الجزيره الماضيه، كره بمحاوله عرضيه داخل منطقه الجزيره، ربما لا ملعوبه من انتوني، خطيره من انتوني لكن مرت من امام الجميع. وجاءت الثالثه والتعادل الثالث، يبحث عن التقدم. هيا كره مستمر أمبود التي كأس العالم اليوم في هذا اللقاء. تريجو الذي دخل إلى أرضية الميدان، كرة بمحاولة الآن عن تدخل دفاعي وإبعاد، كرة تعود في الجانب المقابل مرتدة، لكن أيضا تحولت بعد الانتصار على صربيا. تأتي المنتخب البرازيلي، عادت لكن أيضا بتغطية، لكن تغطية وإبعاد، تحولت في الجانب على ريتشارد بولو. لازالت مستمرة وقائمة محاولات التواجد أساسيا من خلال أحداث هذا اللقاء، ويحرى بمحاولة داخل منطقة الجزاء، لكن تغطية وإبعاد. فارغاس يبحث عن التقدم، عرضية داخل منطقة 154 استضافت النسخة بطولة دوري أبطال أوروبا. كرة بمحاولة أمام كأس العالم، كرة بمحاولة وصلت إلى ريتشارلسون. بقول لك ايه، تعالى اعمل لك جليتش يا اسطى. تعالى بص خليك واقف، اعمل بقى بتاعت الركل يا اسطى. متابعين يومياتي في مزرعتي هنا على اليوتيوب، كل الناس يا جماعة اللي سألتني ازاي بزود وزن الطيور بتاعتي وبالذات البط في غلاء العلف ده، انا بعمل لهم خلطة يا جماعة جميلة جدا 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 هما بياكلوا فيها اهو. الخلطة الجميلة جدا اللي انا بعملها لهم دي، بجيب يا جماعة عيش، بجيب عيش على علفة، يعني بحط مقدار العيش قد مقدار العلفة. العيش العادي بتاعنا، العيش الناشف ده بجيبه ببله وبروح حاطه على العلفة، افركه كده على العلفة، لسه ايديا موسخة اهي، واروح مقدمه للبط. طب ده بتعمله قد ايه او كم مره؟ لا انا بعمله كل يوم من يوم ما طلعوا عندي، وما بقالهم شهر بالظبط. النهارده بط خليط بلدي على مسكوفي طالع في البيت، مصوره لكم على يوميات في مزرعتي على اليوتيوب وعلى برنامج كواي. من يوم ما طلعوا هم بياكلوا اللي هو الخلطبيطه بالجبنه دي زي ما انا مسميها. تمام، بجد يا جماعه جميله جدا جدا جدا، والبط بياكلها ما شاء الله ومقبل عليها. جربوها، انا ما بستخدمش الا هي، وان شاء الله شهر كده كمان هفضل احط لهم علفه، وبعد كده هكتمهم خالص عن العلفه، وهبدا ان انا احط لهم عيش بس. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده.